دلوقتي يا جماعه، لان انا ما يعني ايه صعب ان انت تجمع عصام ودكتور اسامه في يوم واحد، فانا قلت اخد علقه النهارده. يعني الموضوع كان يستاهل لسبب بسيط. تخيلوا ان انا دكتور اسامه بنشتغل مع بعض من 2018، يعني احنا داخلين دلوقتي في حوالي 7 سنين وما عملناش فيديو واحد مع بعض. صدفه بس. فهي جايه متاخر قوي 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 قوي، بالذات لان الموضوع دلوقتي ما شاء الله راح في حته بعيده جدا، كسيركل وكشغل وكدكتور اسامه وككل حاجه يعني في التفاصيل. فالتفاصيل محتاجه ان هي تظهر للناس. الموضوع ممكن ياخد مننا اكتر من حلقه، بس انا واثق ان الموضوع بتاع النهارده ده ممتع جدا، وهيعرفكم ان لو انتم منبهرين بصلاح بس علشان هو اللي بيطلع يتكلم كتير وبتاع، لا، في وحوش في الكواليس مشغوله بس في التشغيل وفي انها تطور وتبني. وصلاح بس ده مجرد فاترينا بيطلع يعرض بقى الايه الشغل الجامد اللي الناس ده بتعمله يعني. مش الكلام ده خالص. مش الكلام ده خالص. منورني يا دكتور. ربنا يخليك انت صراحه، والله انا مبسوط جدا. اخبارك ايه؟ الحمد لله كله تمام، كله زي الفل. معلش بقى انا عارف انك انت كنت بتخلص اوراق النهارده علشان المؤتمر اللي عندك وبتاع، وجبتك كده يعني ايه. بص انا عندها. تعالى جيت على طول. حبيبي يا دكتور، حبيبي اخبارك ايه؟ الحمد لله والله الدنيا ماشيه كويس الحمد لله. بنظبطها. خلينا بقى ايه كده نجيب للناس بقى الموضوع من البدايه قوي. تمام، انت راجل المفروض دلوقتي دكتور يعني خريج طب. ايه بقى قصه البيزنس والموضوع بدأ معاك ازاي وازاي قدرت تعمل ده مع كليه علميه صعبه بتحتاج وقت كبير من الدراسه؟ يعني احكي لنا الباك جراوند بتاعت البيزنس بتاعتك ايه، لان ناس كتيره بتبقى فاكره ان التجربه بتاعتك انت هي حصاد كليه طب، ما يعرفوش ان طب ده عنصر من 50 عنصر تاني يعني. احنا عايزين نعرف القصه بدات ازاي. خلينا اقول لك على حاجه انا اتعلمتها منك يعني. بس هو اليوم 24 ساعه، فانا دايما بقول اللي بيذاكروا، انا واحد من الناس اللي بتذاكر عادي، بس عمرك ما هتذاكر 20 ساعه في اليوم، ولا هتذاكر 16 ساعه، ولا هتذاكر اصلا 5 ساعات على بعض. فلما تيجي تبقى عايز تنجح في حاجه، عايز تشتغل، هتلاقي وقت وهتلاقي مقومات وهتلاقي كل حاجه. لا بس ما تصعبش، انزل جرب. الموضوع ده احنا اكتسبناه من امتى؟ من واحنا صغيرين خالص. ان بابا كان دايما معودنا على عاده جميله جدا: الاجازه جت مفيش مصروف. مش دي اجازه؟ اعتمد على نفسك. احنا عندنا في العيله عندنا فران ومعارض وعندنا كل حاجه. فانا كنت بنزل اشتغل اي حاجه الاول بره، وبعد كده ارجع له يعني شغل معرض ده كده كده ثابت. يعني شغل بابا عادي ده اللي بتاخد فيه 5 جنيه في الاسبوع. بس ممكن اعمل نتشايه تانية بفلوس تانية وفلوس اكتر شويه. فده كان بيبقى ايه ان لو تشالنج. يعني اشتغلت مثلا ميكانيكي فتره، بابا جابني من تحت العربيه. فدي بدايه الاحتكاك، بتتعلم شويه. بس بدايه الشغل الفعلي اللي هو شغل بمرتب ثابت كان ان انا اصلا جرافيك ديزاينر. وكان معايا لاب كويس في الكليه، فقلت طيب انا عندي وقت، فابدا اشتغل موضوع الجرافيك ديزاين ده. وانا في اولى طب اشتريت ماوس كده وبدات يعني احنكش شويه. مكتبه اتعرفت عليهم، قلت لهم هغير لكم الكفرات بتاعه المذكرات عشان شكلها وحش. فالناس اتبسطت قوي، المبيعات عندهم زادت شويه، بقى كفراتهم مميزه، فقالوا لي طب ما تيجي تشتغل معايا. فكان في احيانا بقف اصور ورق عادي لدفعتي عادي، واللي اكبر واللي اصغر مني ما عنديش مشكله خالص. وبعد كده المكتبه دي انا اشتريتها. فاهم؟ يعني انا كنت شغال بسالري عالي. موضوع الديزاين ده سحبني جامد جدا. انا في سنه ثالثه طب كنت رايح للوكيل، قلت له مش عايز اكمل في الكليه، عندي مؤتمر للديزاين اسمه مصمم، كان في الامارات، انا عايز اروح احضره. فقال لي مالكش ابروفل لان ده مش مجالك. قلت له خلاص مش عايز اكمل في الكليه. هزقني وطردني وبتاع. بس كان في فتره انا هسيب الطب خالص. بس بدايه الشغل انا اشتغلت في مكتبه. بعد كده موضوع الجرافيك ديزاين ده خلاني دخلت قوي في شغل المطابع والتصميمات والبانر والفينيل والفليكس. وشاركت في مطبعه كده في منطقه اسمها دراسات في المنصوره، مشهوره جدا. حتى دي الناس اللي عملت لنا الواجهه بتاعت سيركلز بعد كده. أيوة. دول كانوا الصبيان بتوعي. وكنت الدكتور اللي بيجي بشنطه على الباك دي كده، وبشتغل لغايه الساعه تقريبا 11 بالليل. انا بخلص كليه الساعه 2 وبشتغل من 3 ل 11. وبروح في قهوه كده في طلخه اسمها قهوه الجزيره. دي القهوه الوحيده اللي بتشتغل 24 ساعه. انا لو روحت هنام. في محاضرات بقى انا مذاكرتش، فكنت بروح اقعد على القهوه دي، احط السماعات تمام واقعد. والراجل كان فاكرني شايل يعني، ما فيش حد بيجي يذاكر في الوقت ده غير لو ساقط مثلا، واحنا كمان بنمتحن في اوقات غير الكليات العاديه. فبقعد اسمع التسجيلات بتاعت المحاضرات واروح انام. بنام مثلا من 2 لغايه 9 الصبح، انزل اعيد اليوم ده تاني عادي خالص.
فمن هنا بدا يجي معايا فند، وعملت سيركل واحده، كان سنتر كورسات، كان سيركل واحده بس، ما كانش سيركل ما كانش لسه سيركلز. سيركل واحده بس. دايره واحده. ايوه بالظبط، دايره صغيره، كانت صغيره كده. اللي هو كان في شارع مارشال تقريبا. ايوه بالظبط، ايوه. قبل انريتش، قبل انريش اللي تحت كده دخلته لك. ايوه جيت لك بالظبط. مره. واحنا شغالين في البيزنس ده كده، عرفت ان الجامعه بتفتح بروتوكولات تعاون مع كورسات. فكان بقى هوجة اسعافات اوليه على تعليم انجليزي على الماني على كذا حاجه دي. فانا كنت عايز اروح اعمل بروتوكول، بس بروتوكول محترم. انا عايز اقدم فاليو مش الناس بتقدمها، مش سبوبه اعملها مره. كان في ناس كتير قوي يعمل يخبط ويجري يخبط صياد. ويجري. بالظبط. خبطه دي كانت بتجيب 100,000 جنيه مثلا وشكرا. فانا قلت انا عايز اعمل حاجه سستيند شويه. قالوا لي لازم يكون معاك سجل وبطاقه عشان تقدم على بروتوكول. قدمت على بروتوكول وانا عارف ان هو 100% هترفض. انا كنت ساعتها في رابعه طب، يعني اكيد مش هيوافقوا. ده الكلام ده 2017. ايوه. فقدمت في اخر 2017. كانت دكتوره امينه النمر ترشحت للرئاسه للعماده ووافقت. دكتوره امينه صاحبه فضل بصراحه. طبعا جميله يعني من اكتر الناس اللي وقفت معانا في الاول. فرق رهيب، راقيه كده، وحاجه منتهى الشياكه يعني. احنا عملنا دوره اسعافات يا كابتن صلاح، جه فيها 1500 طالب. الله اكبر. ده عدد يعني مثلا كاوجمنتيشن ده رقم كبير جدا، ما جاش في دورات قبل كده. بس الفكره ان احنا كنا عاملينها ان كل 5 هيبقوا مع انستراكتور. فالموضوع قد ما جاب قد ما صرف. ما كسبتش منه، بس خرجت برودكت. خرجنا برودكت حلو، اكسبوجر كويس. تاني اسبوع يعني، هو بالظبط خدت اسبوعين. بعد ما خلصت باسبوعين جالنا 200 واحد من غير اي اعلانات، من غير اي حاجه، عايزين ياخدوا الكورس تاني من مانشستر، من طب مانشستر. فعملناه تاني. وهنا بقى اقول ايه، طبعا احنا بنعمل حاجه بكواليتي كويسه، طب ما نفكر في الحاجه اللي ما فيش حد شغال فيه. كل شغال انجليزي والماني واسعافات، اللي هي الحاجات اللي هي بتتعمل كده في الصيف. ايه اللي ما بيتعملش؟ النيوتريشن. فروحت للدكتور احمد شلبي، يا دكتور ايه الكوريكولم اللي انت خدته في المعهد؟ قال لي والله خدت كذا ودرسته لي كذا، خدت كذا ودرسته لي كذا، خدت كذا ودرسته لي كذا. فكل المدربين من القاهره. رحت عرضت على دكتوره امينه، قلت لها احنا عايزين نعمل دبلوم تغذيه. قالت لي والله احنا ما عندناش مدربين تغذيه في المنصوره، لو هتعرف تجيب بروتوكول من المعهد القومي انا هوافق اخش معاك ونعملها. الاول قلت لها بس احنا هنحتاج حد يبقى شايل الموضوع ده. فجيت لك العطار. ايوه نفسي نكشه الشعر كنت اقف اكبر شويه. فاكر انت الموضوع ده؟ حصل. عرضت عليك الفكره، قلت لي انا معاك، يلا هات الابروفل من المعهد القومي وانا معاك. بقى كلها واقفه على ايه؟ على الابروفل. على الابروفل. رحت للدكتوره نبال، قعدت استنيتها في مكتبها 3 ساعات. تمام. جت كان معايا زميلي يعني، ازيكم عاملين ايه؟ انتوا مين؟ احنا طالبين كده جايين مواصلات. تمام. والله احنا كذا 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 كذا، ومعانا موافقه من الجامعه. دكتوره نبال رئيسه المعهد القومي للتغذيه، كانت اعلى جهه في كانت مديره وحده التدريب ساعتها، اعلى حاجه بقى، اعلى حاجه. تمام. قلت لها انا محتاج حضرتك، ومحتاج دكتوره ايمان سلطان، محتاج دكتوره فمذاكر بقى، مذاكر قوي، مقفل انا طالب مين. وجبنا اول باتش ده. انا كنت بسافر اجيب المحاضر، كان هم بس المحاضرات جمعه وسبت. كنت بسافر اجيب المحاضر بنفسي، كنت انا الكول سنتر. فاكر لما حطينا اعلان عندك؟ ايوه انا يعني احنا نزلنا علقنا الاعلانات بنفسنا، مفيش فند، مفيش فلوس في الاول. وكنا عاملين الكورس ده ب 5000 جنيه. كورس الاسعافات كان ب 75 جنيه. ففهم الفرق في جاي قد كبيره. وانا قلت مثلا لو جبنا 100 واحد ده هيبقى طفر، خلاص كده. تاني 100 واحد ده رقم عشان توصل له محتاج 5 سنين. ايوه فاهم. فاحنا عملنا اعلان، كابتن صلاح نزل صور معانا اعلان كده في تيتانيوم، كان استعد له مصوره. فاكر وسام الهادي كان المخرج بتاعه. ايوه بالظبط. صدفه كده يعني، كان واقف تحت الجيم طلع معانا. كان يوم رهيب. خلصنا اليوم ده، خدنا الفيديوز اعلنا بيها. انا فاكر ان جه 800 ليد. 800 ليد دول بقى مين اللي هيكلمهم؟ مفيش حد عندي. قعدت بقى مسكت الموبايل بتاعي قدامي الشيت، طبعته وكلمت واحد واحد في المتدربين. قفلت الليدات كلها. قفلت من ال 800 دول حوالي 60. وال60 دول بيدفعوا في الجامعه، ما بيدفعوليش انا فلوس. يعني بيدفعوا فلوسهم كلها فين؟ في الجامعه. في الجامعه. وبعدها احنا كنا عايزين نبدا، فالمحاضرين بيحتاجوا بري بيد، وبيضرب اللي بياخده اكس 3. فانا لما جيت حسبتها كده، هي مش هتبقى جايبه فلوس خالص. حتى انا جيت لك يا كابتن صلاح، قلت لك هتاخد مني كام؟ قلت لي يلا يلا. يلا اعملها انت بس.
فلما اتعملت الكورس ده دخل للجامعه 280,000 جنيه. في ايام الدولار ابو 6 جنيه وحاجه او 15 مصر. اقل من 15. آه. كان ب 10 وحاجه، ما كانش لسه الدنيا باظت كده. مش متذكر قوي بس بتهيألي 2017 2018. لا ده كان 15 وحاجه 15 60 بس كان يعني ايه، كان رقم كان رقم كبير طبعا. كان رقم يعني كنا 200 وكام 280,000. بتتكلم في حوالي 20,000 دولار. الرقم ده رقم كبير دخل فند كتير على طالب لسه بادئ حاجه وحاجه بسيطه. احنا لسه ما لهاش اصلا يعني شكل ولا مش بالشكل المؤسسي اللي احنا فيه احنا دلوقتي. كان شكل، كان مكتب زي ده في كورنر في الكليه. ده كان سيركل. لسه سيركل. كان اسمها كور. خدت اسم كور. مظبوط. ده كان ليها حوار تاني اصلا. فلما بدأنا انا بقى عمال اجيب الفلوس اوزع لدكتور فلان خد، ودكتور فلان خد، وللناس اللي جايه التنظيم خد، والمحاضرين خد، والجامعه خد. تبقى كام؟ nothing. فاللي معايا يقول لي انت ضيعت 3 شهور ورحت وسافرت يا عم، حتى بنزين عربيتك ما جبتوش. قلت له هي مش هتكسب دلوقتي، هي هتكسب لما يبقى مشروع كامل. ورحت قدمت كمان في كليه صيدله قبل ما دبلوم الصيدله تبدا. الباتش تاني بقى بدأنا نطور شويه ايه العيوب، محتاجين نظبط مين، ونختار احنا المحاضرين اللي احنا عايزينهم. وحصل يومها النقله بقى، النقله النوعيه في الموضوع ده كله. لما غاب محاضر كلمتك انا ساعتها، انا مش عارف، ما الناس كلها جايه على اسم كابتن صلاح، ومحاضر تقيل جدا جاي واعتذر. هو ما اعتذرش، هو قفل تليفونه والساعه جت 10 الصبح والمحاضره 10 الصبح وانا مش عارف اعمل ايه. والناس جايه لنا من دمياط ومن اسكندريه حاضرين جوه الجامعه. ما لقيتش حد كلمه الا انت. فكابتن صلاح في كذا كذا كذا. قلت لي ايه، خش اشرح وانت صغير. خش اشرح مش اللي كده دكتور وانت دكتور، خش اشرح. انا الموضوع مذاكره وعارفه، بس ان انا اشرحه دي رهبه برضو، ناس اكبر مني في السن والموضوع كان مخيف. شرحته لقيت الفيدباك ايه كويس صراحه بقى. طب خلاص ظبط انت بقى، شوف اللي مش حلو، انا بقول لك شرحك احسن من فلان وفلان، خش انت. فكلمت الدكتوره امينه قالت لي مفيش مشكله طالما كده كده في كورس دايركتور تمام كمل. بدانا نشفت من اسامه الدكتور لاسامه المحاضر، ودي كانت نقله كبيره. وفي الفتره دي انا كنت بدور على اعتماد دولي، فكنت باعت للورلد اوبستي فيدريشن. واول ما جه الموافقه المبدئيه انا جيت لك جري على الاعتبار. فاكر كابتن صلاح احنا بقينا عضو في اتحاد السمنه الدولي، خدنا مكان في 2018. اتفقنا بقى ان احنا هنسميها سيركلز، مش كور ومش سيركلز. انا كنت اصلا باعت الاسم ساعتها سيركلز، والله كان بايلك يعني التسويه كان، بس بقى ليها امباكت بعد كده طبعا سيركلز. ورحنا خدنا المكان اللي على المشاية الفرع الاكبر يعني، وشطبنا. كنا بتيجي تشتم ده بجد. انا عايزك انت تكمل تشتيم صدمتك لما قلت لك المكان خلص وانت جاي تشوفه. انا جيت بصيت. هو انت يا حبيبي وقتها كنت يعني عامل احسن ما عندك، وفي نفس الوقت بتحاول ان انت ايه عايز توفر يعني بالظبط، بتعمل حاجه حلوه يعني اجتهاد. بس انا جيت بصيت انت بتقولي عضو في اتحاد السمنه الدولي، انا داخل بتمشى انا حاسس ان هو سنتر من الثمانينات بتاع دروس اطفال كتاب. يعمل ايه المنظر ده بايه؟ طب يعني لو جالك ضيف هتقعدوا فين؟ قلت لك بس تمام كده يا اسامه، ارمي لي بقى ده كل ده. انا والله يعني مع كامل احترامي لمجهودك من الكلام ده نجيب مهندس ديكور وبدانا نشطب في المكان. هدينا المكان تاني. حصل ادينا المكان، بس طلع الحمد لله خرافي، طلع جميل يعني. الحمد لله. كمل يا دكتور. بعدها فتحنا بقى السيركلز وانا عايزك انت تكمل بقى. يوم ما فتحنا، يوم الافتتاح، تاني يوم، تالت يوم، ايه اللي حصل؟ بص، هي القصه اصلا الصدفه الغريبه ان انت تبقى يعني كل المدخرات بتاعتي كانت محطوطه وقتها في التشطيب، لان احنا صرفنا على المكان جامد يعني وجاز امبادي ومش عارف ايه. فتيجي تفتح تلاقي قرار الغلق بتاع الكورونا. يعني انت بتفتح مشروعك النهارده الافتتاح اهو، وناس جايه وانت لسه مش عارف هتقول ايه، بتبيع بايه، بتسعر ايه، مش عارف تعمل الفلو بتاع المكان. يعني انا برضو الموديل اللي احنا عملناه هو اصله كان ورك سبيس بالظبط واكاديميه، وفي اوضه كنت انا مدي فيها اختراع كده. ويقول لك ايه يا اسامه، انا انت بالبلدي كده اهو، انت دوقتني خير بالزبط. مجال التعليمي، مجال بقى التغذيه، انك انت تتابع حد ده فيه خير، فتعالى جربه معايا. انا ناوي اخد اوضه جوه اعملها للناس اللي معايا. فانت قلت لي خلاص ماشي خدها، يعني خدها اجرها واعمل فيها شغل. قلت لك لا انا عايزك معايا،
حصل. انت تتابع الحالات الطبيه وانا تابع الحالات الرياضيه. وشاء القدر ان الكرسي اللي جوه ده انا ما قعدش عليه اصلا، يعني ما قابلتش حد اصلا جوه، انت فاهم. وشاء القدر ان ده كنا حاجه عاملينها سايت كده اللي هو ايه، انت مش متخيل برضو الموضوع هيبقى ايه، ولا انا متخيل الموضوع هيبقى ايه. الورك سبيس اتلغت من ضغط الناس على العياده، وشاء ان المكان ده يتحول لعياده واكاديميه. سبحان الله يعني. سبحان الله. فجت حادثه الغلق دي كانت أسمة وسط لأي حد. يعني احنا شباب لسه أول تجربة لي أنا على أرض الواقع، وأول تجربة ليك إنك أنت تعمل مكان وصرفت وبتاع. بسم الله الرحمن الرحيم كده العالم بينتهي والناس بتموت وغلق وبتاع. فكانت فترة كئيبة، يعني كانت فترة وحشة قوي. مصطفى محمود كان في الوقت ده، انا مش عارف الكواليس بتاعه الموضوع كانت معاك اكتر، بس هو اللي خد اكشن ناحيه ان احنا نحول الموضوع ده لاونلاين. صح. كانت فكره ان احنا نحول، يعني هو بصراحه ما بانكش. يعني هو مصطفى الشريك الثالث بتاعنا في سيركل. مصطفى ما كانش عنده حاله البانيك دي، وخد الموضوع فعلا وحاول يوجد حل ناحيه ان هو يحول الموضوع في الأكاديمية للأونلاين، وإزاي نبيع وإزاي نعمل وبتاع. وسبحان الله ظبطت، اتحركت والدنيا اشتغلت. الموضوع بدأ لما احنا قاعدين أنا ومصطفى كنا مقيمين في المكان، ما بنروحش لأن هنروح نعمل إيه؟ يعني احنا هنروح من هنا نعمل ايه؟ nothing. احنا فتحنا المكان، مصطفى كان في كل خطوات التشطيب معايا. مصطفى احنا هيد هانتد عليه، خدناه من او انا يعني كان شغال في شركه ماركتنج تانية او هي كانت بتاعته. حصل كده مشكله في ديفكت في كامبين، كنا متعاقدين مع تيلي سيلز معينين وشركه معينه، انا كنت بقى عايز حصل بقى شريكه ده طلع مش كويس وانسحب يعني يكون يعني اللي حصل ساعتها. فمصطفى حاسس ان هو غرقان وانا كمان غرقان. محتاجين تيم سيلز قدامنا 4 ايام والدفعه تبدا ومفيش ولا واحد ولا كلاينت حجز، وكل بادجت الاعلانات صرفت. وكابتن صلاح ساعتها بيقول لي لا الرقم اللي اتقفل ده خد من الناس فلوس، دي غلطه كبيره وبتاع. فكان ساعتها الموضوع في تنشن جامد جدا. حلينا الموضوع وقلت له مصطفى انت معانا، يعني انت مش هتشتغل مع حد تاني بره، انت انسايد بقى خلاص. انت انسايدر. مصطفى حضر كل قصه التشطيب وهدت التشطيب والمروح والمجاي وكده. واول ما فتحنا احنا كان الكورس ب5000، فقال لي نعمل الكورس اونلاين بفلوس قليله، نعمله ب2300 جنيه، ويعني اللي هيجي هيشغل مكان. لان احنا كنا ساعتها مفيش سورس اوف انكم خالص. كان معانا 4 كلاينت فري من بتوع الافتتاح بس، والدفعه 9 وال10 وال11 اتاخروا في الكليه، فكلهم بقوا ستاكد مش عارفين نكملهم. في دفعه مفتوح اوريدي في اخرها، ودفعه في نصها، ودفعه لسه هتبدا، والثلاثه مش عارفين ايه البلد وضعها ايه. والناس دي لو هتسترد فلوس هستردها منين؟ ايوه خلاص فلوسك في الجدران. فلوسك في الدهانه هتجيبها منين بجد؟ فك لك لوحه قبل كاش بقى وخد فلوسك. اجيب لك فبجد هجيب لك ايه ولا اجيب لك منين؟ فالموضوع كان ضغط. وكان بقى احلى حاجه حصلت في الفتره دي هي جواز كابتن صلاح. حصل ففكره ان كابتن صلاح سايب لي امانه، والامانه دي عماله تخرق، مش عارف اكلمك وانت في شهر العسل اقول لك ايه. فقعدنا نفكر كتير، حتى كان في مكالمه كده بقول له كابتن صلاح مش عارف انت سايب لي امانه كده، مش عارف دي تستلمها مني ايه. فحاولنا واجتهدنا وصورنا الكورس كله. كنا جايبين كاميرا كده صغيره للاونلاين اسمها لوجيتك، موجوده لسه. لسه موجوده، دي الخير دي. صورنا بيها الكورس كله. صورناه في 4 ايام، وانا ومصطفى قعدنا نمنتجه وقعدنا نرخم على الكابتن. بعد اذنك احنا عارفين انك في شهر العسل، بعت لها محاضره سبلمنت. بعت لكم فويس يومها وانتوا فويس على كلام فويس نوت طويل ساعه 45 دقيقه. قعدنا بقى شغلنا الباوربوينت ونمنتجه عليه بحيث ان الكلام يبان ان كابتن صلاح هو اللي بيكتبه. حتى قلت لك اكتب الماوس عشان ما يبانش. موجوده لسه المحاضره دي؟ ايوه لسه والله. قديم قوي يا عم. بس اثر اولد بات جولد. ايوه حصل ما نقدرش نشيلها. دي برواز في الرحله. فحتى في الفتره دي بدا الاكاديمي تجيب انكم يمشي المكان. وفكره بقى ال900 3 شهور ب900 ده مصطفى بقى. دي بقى فكره مصطفى ده مالك البنتريشن برايس. يعني هو سياسه ان هو يخترق السوق عن طريق ان هو يعمل براند يكون فيها الخدمه الكواليتي بتاعتها بريميوم، والفيجوال فيها بريميوم، كل التفاصيل فيها بريميوم. بس هو عايز بقى كل الناس تجرب ده، وعايز ياخد شريحه كبيره من السوق، فبيحب يعمل ده. وكان بيوزن بقى الكفه
بتاعه ان الموضوع كماركتنج يعني ما يديش انطباع للناس ان احنا حاجه رديئه عشان رخيصه او كده. بالفيجوال، بالمحتوى اللي كنا بنطلع نتكلم بيه، صح. بالايفنتات اللي كنا بنعملها على الارض، الحاجات اللي عملناها في فتره الكورونا، الحاجات اللي عملناها في النادي. فكان باين من كل التفاصيل، حتى التشطيب بتاع المكان بريميوم كل حاجه. هي احنا اعلى ستاندر كخدمه وكشكل وكمكان وككل حاجه، بس احنا عايزينك تجرب معانا. فكانت العروض بتاعتنا بصراحه ساهمت جدا في انها نقلت المكان. مصطفى مجرم في التسعير بصراحه. الله شاوت اوت مصطفى. الله يزيد شاوت اوت مصطفى. ومن هنا بقى بدات يعني كان في قعده بقى بيني وبينك في العربيه السي، ما انساش. انا كنت يا جماعه طول عمري بتمرن ان انا جراح. ايوه حصل. طول عمري انا يعني انا عندي بوستات تريقه على دكاتره القلب قد كده، تمام. ونو واي ان انا كنت ممكن اختار الباطنه او الكارديولوجي كتخصص. انا من اولى طب وانا بتمرن جراح. فقعدت مع كابتن صلاح في العربيه كده، قال لي فكر فيها بزنس، انت راجل بتفهم، ودلوقتي عامل موضوع النيوتريشن ده بعد دفعتين قبل ما نبدا حتى موضوع المقر. قال لي انت يعني هتبقى كويس لو كملت هنا، وبعدين عويل بلاد الناس. قلت لك انا هخلص واسافر وبتاع. قلت اما تنجح هنا ما هنا كويسه، صح؟ هات اخرك هنا. هات اخرك هنا وشوف، ولو ما عجبتكش يا عم ابقى سافر. يا شاء القدر خلاص بقى بدات. كابتن صلاح كده اداني كام كتاب في الهرمونز كمان، قال لي اقرا الحته دي انت هتعجبك. كنا عايزين كمان نعمل الكلينيك بتاعه البي سي تي. حصل. وقعدت اذاكر اندوكراين جامد، وقلت خلاص اخد نيابه اندوكراين. ما طلعش في نيابه اندوكراين، فخدت نيابه كارديولوجي. وفي نفس التايم اللي سيركلز فيه مش واضح لها ملامح. جه وقت تكليفي، لو انت لازم تنزل بقى ايه، نايب قلب بقى. فالموضوع كان هنا الموضوع كان غريب، كان صعب. انا اليوم ما كنتش بعرف اوصفه. انا اصلا قعدت سنه كامله انا ما اعرفش انا بلبس ايه. يعني لما هخرج بقى انا كان عندي 12 سكراب بقلب فيهم. بس النهارده الكحلي، بكره الموف، بعده النبيتي. انا ما اعرفش بقى ايه اللي ممكن البسه تاني بعد السكراب دي. فاحنا قعدنا فتره كده شغل بس. واتسالت سؤال، طب انت ليه ما قفلتش؟ عمره ما جه في دماغي. فاهم يعني هو عمره ما جه في دماغي. يعني بتسالني من حد وانا بحكي معاه كده، قلت له انت ليه ما قفلتش؟ قلت له والله مش عارف. بس هو روتين. انا محبوس في روتين. هو لا جه في دماغي ولا في دماغ كابتن صلاح ولا في دماغ مصطفى. عادي يعني. ولا عمر ولا شيء ولا اي حد مش شغال. هو مش اوبشن، احنا مستنيين. يعني بيقول لي انت كنت بندفع الايجار من جبنا اول كام شهر، تمام، وبتدفع للموظفين من معاك. ايوه بس ما فكرت، وكان علينا اقساط وعادي يعني. وعادي ما جاتش في دماغي خالص فكره ان انا اقفل دي. ما اظنش ان ده كان اوبشن. بس فمن هنا سيركلز بقى بدات تبيك اب، بدا يبقى عندنا ريتنشن للكلاينتس. الكلاينتس كانت بتيجي في الاول انا عايز اقابل كابتن صلاح، ده انا فاكرها. فيتقال لهم في الريسبشن لا والله موجود دكتور اسامه. طيب اخش اشوفه بيقول ايه. انا سأل. فيقعد وبعدها اسامه جاب مكانه غاده، جاب مكانه اسراء، جاب طبعا مع حفظ الالقاب، جاب مكانه الدكاتره الباقيه. فبقى دلوقتي انا عايز اشوف دكتور اسامه، لا والله انت هتقابل دكتور ونفس السايكل دلوقتي مكمله. فالفكره ان احنا مخلين الحمد لله سيركلز مش معتمده على شخص. سيركلز كيان قوي في البيزنس، في حته التدريس، في حته النيوتريشن. لا وعملنا الحمد لله طفرات يعني، الحمد لله. يعني انا لما بطلع ريبريزنت، انا لما دخلت الروم بتاعه البورد بتاع الورد اوبستي قالوا لي لا يعني انت صغير انك تبقى هنا. قلت لهم انا معايا انفيتيشن، انا اسامه الشريف سيركلز بتاع مصر. ايوه معاكم. قال لي والله اذر روم. فقمت خارج جايب واحد من الاشرز، قلت له مش دي بتاعت الفي اي بي روم؟ قال لي قلت له طب تعالى دخلني بقى عشان مش اخش لهم تاني بعد الكسفه دي. فدخل قال لهم عمل الكود، فظهر اسمي وصورتي وبتاع. يا مصر ايجيبت وير ار يو؟ قلت لهم ما انا جيت لكم من شويه طردتوني. انا اللي مطرود يا باشا. ففرق السن مثلا بيني وبين دكاترتي واساتذتي اللي بيبقوا طالعين معايا في نفس الايفنت كبير. يعني احنا الحمد لله واخدين جاب من الماركت بسن صغير. ومثلا لما بقول لهم انا التيم ليدر مثلا، امال باقي التيم عنده كام سنه؟ لما انت الليدر يا اخويا. هم في كي جي ولا ايه؟ لو انت الليدر وتستريت، امال انتوا كام سنه تحت؟ فلان احنا داخلين التغذيه حابينها، مش واخدينها كولاترال. يعني في تخصصات الطبيه مثلا لما انا قلت للناس ان انا باخد ماستر نيوتريشن وكده، الناس قالوا لي يا ابني تغذيه ايه؟
مش دكتور قلب، مش دكتور هتسيب قلب يعني وهتبقى تغذيه. الناس دايما بتبص لها بدونيه كده، اللي هو لا دي حاجه مش صح. لا هو الحمد لله. اشتكى على الماستر دي كده يا دكتور، انت واخد ماستر من ايه؟ انا معايا في دبلومه المعهد القومي، معايا ماستر من كورنيل، وحاليا بقى MRCP ان شاء الله، زماله بريطانيه في البطنه، بنمتحن فيها يا رب. ربنا يكرمك يا دكتور. ففي الحته بتاعت النيوتريشن دايما كان بيتبص لها نظره دونيه شويه، اللي هو ده باراميديكال مش تخصص طبي. طيب لما نيجي نشوف بقى حاليا، كان في فيجن ان عدد الناس الاوبيز بيزيد، وكان كلمتك على طول بص في كل 10 حواليك شوف كم واحد عايز يخس وكم واحد عايز يزيد. فتعالى ناخدها statistics واحصائيات. 229 مرض لينكد بالاوبستي، 229 مرض بيتعالجوا لما الاوبستي ما تبقاش موجوده. فالضغط والسكر انا في المستشفى انا بعالجك بس انت وقفت علاجي، بصت خلاص سكرك ارتفع وضغطك ارتفع. في بقى 3 مراحل للعلاج، احنا ما بيتقالناش غير على مرحله واحده بس. ايه هي؟ العلاج الدوائي او الجراحي. انت مثلا عندك دلوقتي السكر من النوع التاني، تعال خد جلوكوفاج، فشل وبيفشل لانك ما ظبطتش حاجه. خلاص هتاخد دوايين، فشل. 10 سنين انسولين، فشل. بعد شهر بقى امبيوتيشن، اللي هو بيقطعوا صابعه عشان بدا يبقى فيه غرغره، مشاكل تانية. كل مشاكل السكر بتحصل. فاكشلي انا ما عالجتش المرض، انا ما عملتش اي حاجه خالص. انا كدكتور ما عملتش اي حاجه، انا بس باخر حدوث المشاكل، انما انا ما بعالجهاش. بتعالج عرض مش مشكله، مش اصل مشكله. ارجع بقى للكور نفسه. في حاجه اسمها بريفنشن اصلا، وفي حاجه بعد كده اسمها ريهابيتيشن. اذا هم 3 مراحل. انا ليه اهتم بمرحله واحده؟ في مثلا كل مرضى القلب المفروض يتعمل لهم حاجه اسمها ريهابيتيشن، اعاده تاهيل لحياته بعد كده. ما ينفعش يبدا يتمرن مثلا مره واحده، ده اللي عارفينه. برضه ما ينفعش ياكل نفس الاكل كان بياكله قبلها، ما ينفعش يتحط في نفس الظروف قبلها. كل دول فرعين من الطب مهملين جدا، البريفنشن والايه والريهابيتيشن. انا بس عملت حاجه لطيفه جدا. احنا عملنا في سيركلز ايه؟ عملنا ميرج بين ال3. احنا دكاتره فاحنا عارفين التريتمنت بتاعك كويس وبنرعاه كويس جدا، وبنضيف لك عليه خطوتين. لو انت اوريدي ديزيزد عندك مرض، بننقلك لمرحله التاهيل فتبدا تعيش حياتك احسن، ونمنع عنك بعض الامراض اللي موجوده عندك حاليا زي الضغط والسكر. ومعانا اكتر من 300 حاله دايابيتك ريميشن، حالات كانت جايه لنا المركز ما كانش ده هدفها. انا عندي السكر واوبيز ودكتور البطن قال لي خس، تمام. لا احنا مشيناه مش بس خاسس وما عادش مريض سكر، ما عادش واخد حتى جلوكوفاج. فهنا ده مش درجه، ده درجه كام؟ ده السكر من النوع الثاني. من النوع الثاني. النوع الاول ما بنعملش ريميشن، مش كومبليت ريميشن، بارشل ريميشن. هو منتظم على ادويته، منتظم محقق اهدافه السكريه مظبوطه، فده ما يحصلوش مضاعفات منه. طيب امراض القلب، امراض الضغط، كل ده احنا بنمانج، كل ده احنا بنعمل لهم بروتوكولات جوه سيركل. عشان كده الحته دي مهمه جدا في الطب. نيجي بقى نشوف دوله زي الامارات سكيل الموضوع ده جدا، فاهمه وعارفه الموضوع ده. هم دلوقتي بيصرفوا بس على الاوبيزيتي، على مشاكل السمنه، 10 مليار دولار. هم كام فرد اصلا؟ هم 10 مليون فرد. حاسبين ايه بقى؟ ال10 مليار ده رقم كبير جدا. يعني ازاي الرقم ده كله؟ حاسبين البيشنت الاوبيز لما بيبقى في الشغل بياخد كام يوم اجازه، بياخد كام سيك ليف، تمام. بيصرف بقى هو تعبان كده قد ايه مواصلات على المركز اللي هيروح له، بيستهلك كام دكتور. فعاملين احصائيه رهيبه مع الورلد اوبستي. هم بيصرفوا 10 مليار دولار. قالوا ايه؟ قالوا احنا هنصرف 10 على العلاج زي ما هم، و10 على خطوه المنع، عشان عندهم فيجن كمان 10 سنين انهم ينزلوا نسبه السمنه او يثبتوها. دي مرعبه او يثبتوها. يعني ايه؟ يعني بيقول لك هم كل سنه نسبه الاوبستي عندهم بتتضاعف، وبالتالي البردن او العبء الاقتصادي بيتضاعف. فلا انا بس عايزها تثبت. يعني انا هصرف على المنع، هصرف لكم الادويه كلها الغاليه جدا دي، هصرف على بروتوكولات للاطفال وبروتوكولات للمطاعم وبروتوكولات لحاجات كتير، هدعم الاكل الصحي، هدعم كل ما هو صحي في البلد دي عشان احط لاين ان انا ما اعديهوش. طب وعملوا زي محاكاه مستقبليه كده، لو نجحوا يعملوا ده هيوفروا قد ايه؟ هيوفروا اكتر من 200 مليار دولار. الرقم ايه ده يا جماعه؟ الناس دي بتفكروا في ايه؟ حتى في الميتنج كانوا بيفكروا يخلوا الكويت والامارات والبحرين وقطر يعني يعملوا حاجه اسمها جولف يونيون، ويبداوا يطبقوا بروتوكولات لوحدهم، عشان هم ويلنج انه يفند، هيحط فلوس
قويه جدا عشان يدعم القصه دي. هم ما اتكلموش على برامج خالص للسكر، ما اتكلموش على برامج للضغط، اتكلموا على برامج لمين؟ للاوبيزيتي. اهتمامهم بالنيوتريشن هناك مرعب وتضافرهم مع الهيئات العالميه. مثلا هم عملوا اول عرب جلف، اول مؤتمر عربي تمام لاتحاد السمنه الدولي. اتحاد السمنه الدولي طول عمره في دوبلن وطول عمره مؤتمراته في دوبلن. ان هو يجي هنا للميدل ايست ويعمل قمه عربيه دي كانت فيرست اوف كايند يعني اول مره. فهم بيشفت الانتباه في المنطقه برضو. انا شايف ان شاء الله ان ده ممكن يعني يعدينا زي ما قلنا، يأفكت احنا بايلاترال كده لما تشوف النتائج بتاعت الناس دي تطبقها عندك انت كمان. لان الموضوع حاليا يعني احنا بنتكلم مثلا في الاي اي جنريشن وفي الحاجات اللي جايه دي، هو في الطب هو الايرا اوف اوبيستي بس. لما اشوف 229 مرض اصلا كانسرز كلها اوبيستي، ميتابوليك كلها اوبيستي، كل المشاكل بدأ من الاكل الغلط بالظبط. كل المشاكل والعادات الغلط. والنبي عليه الصلاه والسلام قال لنا ما ملأ ابن ادم وعاء شر من ايه؟ من فهم. يعني انت بطنك دي بتملاها داءك ودوائك. فحقيقي هي لينكد بكل حاجه. فالموضوع ما عادش على قد مثلا ان احنا بنعمل ورقه دايت زي ما الناس فاكره دكتور تغذيه ده بيعمل لك ورقه مكتوب لا خالص، ولا حسبه ماكروز ولا ماكروز. بس الموضوع ابعد من كده، الموضوع قايم لهيلث سكورز وحاجه مختلفه خالص. ويعني ممكن اللي مش مذاكرين مثلا او مش مطلعين او مش ابديتد، انا رحت ادرس قريب في جامعه طبيه مش هقول اسمها يعني، جامعه كبيره جدا. تعريف السن عندهم هو لسه نفس التعريف بتاع 2016. التعريف ده اتغير 5 مرات، 2018 و19 و20 و21 و22 و25. 25 جديد اهو اتغير التعريف، عمال يتغير. واحنا لسه بنقول ان السمنه تراكم دهون accumulation of fat. ما هو الكلام ده اترمى، محدش بيقول كده، محدش بيقول كده خالص. الموضوع قايم ان هو ما بقاش ديزيز، ما بقاش بس مرض، كمان بقى وباء وبيعدي وانت مثلا بتودي بيدو عمر تمرين ليه؟ ايه الكور عندك في الموضوع؟ صحتهم عشان هو لو اتساب هو مش هيقدر يفايت. هو هيجيب من تشيكن معرفش ايه ومعرفش مين ومعرفش مين عشان ما نقولش اسامي، وهيروح في تراك ان هو هيبقى اوبيز. هو مجبر على التراك ده دلوقتي. كل ما هو حواليه بيوديه لتراك الاوبيستي. كل ما حواليه بلد زي امريكا مثلا اتكلم في اكتر من 80% من شعبها اوبيز. بلد زي الكويت اكتر من 99% من شعبها اوبيز. بلد زي مصر 85% من شبابها اوبيز. 85% من الشباب اوبيز. احنا كنا في مدارس هنا في اسمها ايه البلد، دمياط. كنا في دمياط في الزرقاء وكذا بلد جنبها كده بنعمل فيلد ستادي، عينه عشوائيه كده ان السمنه في المدارس بوصلت 22%. اتعملت في مصر في 24، قبلها كانت في 2009 كانت نسبه السمنه 5%. الموضوع بقى كبير قوي، وانت بدات تشوف الطفل القلبوز الجميل ده بقى كتير قوي. ولما تنزل النادي انت بتبقى زعلان على الشباب او الاطفال ماسكاه في ايديها، وهتانترفنت ازاي، هتدخل ازاي، اذا كان هو ده بقى اللايف ستايل كله. فمن هنا بنقول دايما ان الاوبستي مش نظره دونيه ان هو تخصص اقل في الطب. الاوبستي مانجمنت يعني sooner or later هيبقى هو على قمه علاج كل دول، لان هو once هو انت كنترولد خلاص كل حاجه بعد كده كنترولد. وده بقى يجيبنا الحاجات الجديده الباقيه. انا ده بياخدني لنقطه، انا دايما ببقى شايف الموضوع من زاويه رياضيه. انت عارف انا يعني هو التخصص اللي انا مركز فيه دايما فكره الشخص الرياضي او الشخص اللي هو اصلا اهدافه فكره ان هو يبقى رياضي يحسن اداؤه فورمه الكلام ده كله. بس الشريحه بتاعت اللي هو حد وزنه كبير وانت بتحاول تساعده ان هو يرجع يبقى شخص طبيعي ويمارس حياته بصوره طبيعيه. لفت نظري ان التعريف بتاع الشخص ده بيتغير مع الوقت. فانت بتتكلم اصلا قاعد بفكر جوه عقلي هو تعريف الشخص الاوبيز ايه؟ هو شخص فعلا قدامي وزنه زايد، ده تعريفه في عقلي. فانا عايز اعرف ايه التعريف الحالي وايه التعريف اللي كان قبل كده وايه الابديت، وهل ده مجرد تصنيف بنقوله ما بيننا وما بين بعض، ولا له آلية في التعامل وفرق فعلا في ان التأثير لما نتعامل معاه بالنظرة المختلفة هيفرق في النتائج بشكل احسن. حلو قوي. زمان كنا بنقول تعريف السمنه هي تراكم مجموعه الدهون، يعني اي حد عنده دهون زياده ده مريض سمنه. حلو. طيب بعد كده الأمة في 2018 هي اسمها American Medicine Association قالت لا يا جماعه الاوبستي دي كرونيك ديزيز، مرض مزمن. كانت طفره، ده مرض مزمن مش عرض. الاوبستي قبل اليوم ده كانت عرض. انت مثلا ضغطك بيوطى ده عرض، انت تخين ده عرض للاكل.
اه من انت الأكل الزايد. بالظبط انت بتاكل كتير فده ايه، انت كده بتجمع دهون فانت مريض سمنه. تمام. الأمة قالت لا 2018 ده مرض مزمن. بعدها ب6 شهور كرونيك ديزيز دي بقت اسمه كرونيك بروجريسيف. بروجريسيف يعني مرض بيعمل مشاكل، بيعمل مضاعفات كتير. الامراض في الطب نوعين، نوع اسمه ريجريسيف زي دور البرد كده جاليه وبعد كده ايه نزل. انما هو بيجي حاد بيجي ويعمل مشاكل زي السكر مثلا، زي الضغط. مرض بروجريسيف. وبعد كده زودوا عليه كمان حاجه ريلابسنج. يعني ايه ريلابسنج؟ دايما اللي مش فاهم اوبيزيتي مش عارف تعريف اهو، يروح يحاسب اللي هو كان ماشي على دايت او بيعمل لايف ستايل او بياخد ميديكيشن. اي حد بيحاول يعمل لايف ستايل ان هو يخس، ان هو يعالج مشكله الاوبيزيتي، وفجاه يعطل يعني ايه؟ يروح يبوظ او ما عادش بيخس، يجيب العيب فيه هو. وده القرار اللي عنده المريض، بيبطل يكمل في الموضوع ده. يقول له انت اكيد كلت صابع محشي. صابع واحد يعمل فيها كده خليني اتخن تاني. لا هو الصابع اللي انت كلته. ما كنتش بتسمع الكلام ده؟ دي حقيقه. طيب الفكره هنا ان ريلابسنج ده في تعريف المرض اصلا، المرض لوحده جوه هي ريلابس. يعني هي حاجه فسيولوجيه كده، ان الخلايا الدهنيه بتاعتنا بتطلع هرمون الشبع، وانت لما خسيت ايه؟ دهون. فبالتالي هرمون الشبع اللي كان بيطلع ما عادش بيطلع، فمخك جاع فرحت تاكل تاني. فده اوتوماتيك ان الدهون بتدافع عن نفسها ضدك، نفسها مش عايزه تمشي. عارف الشرير اللي كان في سلاحف النينجا زمان البتاع الصغير ده اللي جوه البطن ده. هو حرفيا عندنا اسمه فيشل فات. ده بيطلع هرمونات ترخم عليك، ده بيطلع انفلاماتوري ماتيريالز او مواد التهابيه كده تخلي مودك دايما وحش ودايما عايز تاكل. بيخليك ادكت. عارف هو بالظبط شريدر اللي هو الشرير بتاع سلاحف النينجا، هو ده بالظبط، ده جوانا كده اسمه فيشل فات. فهنا التعريف اتغير تاني بقى اسمه كرونيك بروجريسيف ريلابسنج. وبعد كده مش عارفين نمسك له سبب واحد ونقول هو ده سببه. يعني مثلا انت بتاكل كتير فده سبب، لا. طب ما في واحد بياكل كتير بس جيناته كويسه فما بيتخنش. طب هي جينات بس؟ لا، نجيب توائم نلاقي ده غير ده. فقالوا هو مالتي فاكتوريال، يعني له اكتر من عامل، ما اقدرش احط ايدي كده على سبب واحد بس. مين اللي جيناتيك مالتي فاكتوريال، يبقى كرونيك بروجريسيف مالتي فاكتوريال ديزيز. تمام. وبدأ حاليا في بدايه بعد كورونا بقى، وقعدوا يقارنوا النتائج بينه وبين كورونا، بيقتل اكتر من كوفيد بكتير. يعني بيقتل لوحده من غير مشاكله 2.6 مليون شخص في السنه. الكورونا اللي قعدتنا في البيت وخربت بيتنا فتره دي كانت بتقتل 1.9 مليون بس. يعني هو اخطر من كورونا. حتى كان في الدبليو اتش او في المؤتمر الاخير كان بيقول لك هو نون كوميونيكابل ابيديميك. يعني انا بعديك بالسمنه بس مش بالعطس، بالسلوك. صح. احنا بنعدي بعض بالايه؟ دي حقيقه. ما يلا واستسهال يلا. هو بيعدي. يعني مش هتلاقي مثلا واحد اوبيز واستشيله كلهم بيتمرنوا، مستحيل. فاهم. نو واي. حتى لو هو جيناته. ليه؟ لان هو غالبا زي كلمتك انت خامس الاربعه ده بالظبط. بناكل اللايف ستايل صحي، فكلنا هنبقى اولموست في لايف ستايل صحي. فدي من ضمن الحاجات اللي هم ابجريد ان هو بقى ابيديميك. حلو. الفاجعه بقى كانت في 2024. الفاجعه دي اللي هي الابديت الاخير ان هو مش مرض. ده انت كنت حاضر في انا كنت حاضر وعامل كده. ده فين؟ احكي لي. ده كان في ابو ظبي. وكان البحث ده بتاع مايو كلينيك اللي كان بيقولوا اسمه اندرس اكوستا. انا اصلا رايح احضر عشان ده وعشان البورد ميتنج. فاصل اندرس اكوستا ده عاملين جنب السيشن بتاعه علامه استفهام، فبتبقى مستفزه قوي. يعني كل واحد كاتب هو هيقول ايه الا ده علامه استفهام كده، فقلنا نشوف هيقول ايه. وجاي من مينيسوتا وبتاع، هو اتقل تايتل كان جاي موجود. اندرس اكوستا بدأ الموضوع بشكل لذيذ جدا. قال لنا انت شغال بقالك كام سنه نيوتريشن؟ مساله 10 و15 ارقام. حلو. قالوا عالجت كام مريض؟ سمعنا برضو ارقام كتير. فاحنا مثلا معانا داتابيز، فانا قلت له احنا مثلا في عندنا احنا اكتر من 14,000 بيشنت. قال لي انورمس، رقم كبير. كم واحد منهم انت عالجته صح؟ فقلت له يعني على القديم almost كلهم. قال لي ولا واحد. قلت له ازاي؟ قال لي السمنه مش مرض، السمنه 4 امراض مختلفه ولازم تصنفهم كده. هم 4 امراض ب4 اعراض ب4 مشاكل ب4 حلول مختلفه تماما عن بعضهم. قال لي هدي لك مثال. كم واحد في الناس اللي انت مشيت معاهم مكمم وكان ناجح، عمل تكميم ونجح؟ قلت له ايوه في جزء. قال لي وكم واحد عمل تكميم وفشل؟ قلت له اكتر. قال لي اللي عمل تكميم ونجح ده اللي كان النوع اللي يمشي له تكميم. طب
الثلاث انواع التانيين لو اي واحد منهم كمم يفشل. مم. يبقى كل واحد له دايركشن، له علاج، وله حاجه اسمها فينوتايبس، حاجات هتظهر عليه مختلفه عن الباقيين، وهم لسه في الريسيرش بتاع الحته دي. لا صنفهم لي، قولهم لي بقى الاربعه. انا متحمس. اول نوع اسمه برين هانجر، يعني مخه جعان، عشان يدي امر السيسيشن او ان انا اوقف اكل بيدي متاخر. يعني مثلا بيكونسيوم في الوجبه ممكن 2000 كالوري، 2000 وشويه كالوري، بس هو بياكل وجبتين بس، مش بين الوجبات عايز ياكل تاني، هو وجبه بس وجبه. تمام، ده اسمه برين هانجر. ده لو كمم ينجح؟ لا، لو كمم مخه ينجح. مخه اللي بطيء في اشاره الايه، الشبع، حاجه اسمها السيسيشن، ما بيطلعش في ساعتها. طب التاني اسمه جات هانجر. جات هانجر ده دار مرام، رايح جاي عايز اكل عايز اكل، وياكل وهو بياكل كده بيقول طب نحلي، طب حتى كوبايه شاي، طب واحد كرك، طب 2 سجق، طب ما اعرفش ايه، عايز ياكل ايه على طول على طول. طب ده ينجح له لو كمم ينجح. طيب لو خد ساكسندا ومونجارو والحاجات اللي على ده ينجح، ده بس اللي ينجح. تمام. طيب ثالث واحد ايموشنال ايتر. تلاقي مثلا اختي واختك ما بياكلوش اصلا، وممكن يبقى وزنهم زي، طب ليه؟ هي ما بتاكلش عشان جعانه، هي بتاكل عشان متخانقه مع صاحبتها، بتاكل عشان مزاجها وحش، بتاكل عشان فرحانه قوي فراحت جابت سويتس او مزاجي وحش فعايزه اجيب سويتس عشان ارضي نفسي. هو ده اكل عشان الجوع؟ لا، ده ايموشنال ايتنج. اخر واحد اسمه سلو ميتابوليزم، حرقه ضعيف. وكلمه حرقه ضعيف دي قبل 2024 كانوا بيلغوها، بس هي ليها سبب. دي بقى في امهاتنا كلنا. ايه هي؟ ست عندها 50 سنه ما بتاكلش بالمعنى الحرفي، وزنها عالي، وزنها بيزيد. هو مش بس عالي، يعني هي مثلا السنه دي 90، السنه الجايه 92. هو 2 كيلو دول جم من ايه؟ انت ما بتاكليش اصلا. راجع معاها كده، قله الاكل بتعمل بيم، حاجه اسمها بريزيرف انرجي مود، فحرقها بايه؟ بيقل. جسمها بياخد الاكل ده ظنا ان دي مجاعه ويخزن. الحاله دي لما تاكل تخس. الحاله دي لازم تاكل وتتمرن، ملهاش اي دواء تاني، ملهاش اي علاج تاني. يعني الحاله دي لو زودت الاكل تخس. عشان كده لازم تعمل اسسمنت وتحط البيشنت بتاعك في تراك. وكان هو كانوا بيكلموا انهم عاملين حاجه اسمها يعني في مايو كلينيك بيتابعوا اونلاين. فانا كلمه بتنور في دماغي كده، انت بتتابع اونلاين؟ طب ما احنا بنتابع اونلاين. انتوا عندكم سيستم؟ طب ما احنا عندنا سيستم. احنا بتوع فيت اكسبرت. فقابلته بعد المؤتمر يعني في البانل ديسكشن، كلمته قلت له انتوا شغالين على ايه؟ قال لي احنا عندنا انتجريت سيستم، والدراسه بتاعته كان فيها بايس عالي. يعني هما حاطين انهم مقابلين 50,000 واحد اونلاين واوفلاين 200 واحد. فالداتا بايس دي يعني ايه؟ فيها انحياز، محدش يعني محدش هيبص لها قوي. انت ازاي تقارن ده؟ يعني قارن 200 ب 200 سامبل سايز معقوله، انما قارن 5000 ب 200 واحد مش منطقيه. فقلنا له احنا عندنا نفس اللي انت بتقوله ده، واحنا شغالين عليه بالظبط، هو تورد افكار خطير. وقلت له احنا كمان عندنا حاجه اسمها ديلي ابروتش، اللي هو ديجيتال انهانسد لايف ستايل انترفنشن، مش بنسميه متابعه اونلاين، هي ديلي. قال لي احنا واخدين حاجه شبهه، يعني بنطبق شبهه. قلت له احنا اللي شغالين معانا بيبقوا 5 بيلرز، معانا نيوتريشنست، معانا دايتيشنز، ومعانا كوتشز، وبنضيف سايكاتريست. قال لي وفي الاخر بيبقى معانا حد يمنتين التيم كله. قال لي احنا كده برضو، يعني نفس البروتوكول سبحان الله بيطبق مثلا في سيركلز واس اس تي، بيطبق هنا واحنا ما نعرفش ان هو نفس ده اخر حاجه. ده ليست ابديت، ده الجايد لاين. ده الجايد لاين. الجايد لاين احنا بنعمله من 2021 بلدي كده حلواني. حرفيا. ما هو بناء على احتياج. ما انت اتعاملت مع حالات كتير، ما هي بقى بتيجي منين يا دكتور؟ انت بقالك سنين كانس السوق حرفيا بالتسعير القليل، وعامل سيرفيس قويه، فبتقابل اعداد كبيره، فالاعداد الكبيره بتخليك تشوف مشاكل كتيره، صح، فبتحاول تحل مشاكل الناس، فبتفضل تطور وتلاقي نفسك انت مش واخد بالك انك سابق. بالظبط. بس الكلام ده يعني ما حدش يصدقه. ما هو الفكره ان انا قاعد اكلمه ويقول لي يعني فين؟ اوري له الداتا مثلا على الويب سايت والحاجه، يقول لي ايوه انتوا فين؟ انت مكانكم فين؟ فقلت له احنا في مصر. هو كان فاكر ان انا من الامارات، فقلت له لا احنا موجودين في مصر. فقال لي اوكي وي كان كولابوريت توجذر، اللي هو الداتا بتاعتك نخش بقى في حاجه اسمها ار سي تي كبيره، دراسه كبيره يعني. وكده كده هو محتاج حد غير الامريكان يجرب فيهم، يعني ما هو نتائج، افرض الامريكان بيجيبوا نتائج عشان جينات الامريكان مثلا، فهو محتاج تبقى مالتي سنتريك، يعني معموله في سنتر في امريكا وسنتر في مصر. فاخترنا كولابوريشن دان كونفيرمد، يلا هنبدا اهو.
يعني شغالين اوريدي دلوقتي معاهم في الديلي ابروتش. انت هتعمل حاجه مع مايو كلينيك ان شاء الله. انت واخد بالك من التصريح ده؟ ايوه ان شاء الله. بيتابعنا دكاتره. هتعمل مش هنقول لا. متفقين قبل الحلقه مش هنقول لا، بس ثالث عادي. ده جزء. في الجزء ده برضو كان في واحد تاني دكتور كلى كده اسمه اندرس شارما ده لطيف قوي. كان بيقول لك انت دلوقتي بتقول لمريض سكر ان هو مريض، وبتتكسف تقول لمريض الاوبستين ان هو مريض. تتكسف تقول له يو جاست اوفر ويت، لو حب نفسك بقى انت زي ما انت بتتكسف تقول له ان هو مريض، صح؟ مع ان الاثنين في نفس الأمة هما الاثنين كرونيك ديزيزز، الاثنين امراض مزمنه، يمكن كمان سن اخطر. قال لك الوعي الطبي نفسه، الدكاتره كلهم عارفين ايه هو الانسولين، وعارفين بيشتغل ازاي، وعارفين انواعه، بس كم واحد يعرف الليبتين جريلين باثوي؟ كم واحد من الدكاتره عارفه؟ ماشي، عارف الام سي اتش ريسبتورز زي ما انت عارف الانسولين ريسبتورز، عارف الليبتين ريزيستنس زي ما انت عارف الانسولين ريزيستنس؟ لا. قال لك احنا عندنا جهل طبي اكتر ده وتفاصيله. طبعا ما بيدرسش كويس. طيب وانا اديتك مثال في مصر مثلا، جامعه لغايه النهارده بتدرس بالتعريفات القديمه عادي خالص، وجامعه المفروض مرموقه يعني. طيب نقطه ثالثه، انت تقدر تشتري دواء سكر اونلاين، تروح تجيب كده دواء جامد جدا هينزلك التراكمي لوحده، موجود. ممكن اجيبه مثلا دواء كذا 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 ده لحرق السكر التراكمي، مستحيل. مفيش. انما تعرف تجيب ادويه مكتوب عليها انها فاب بيرنر وهتعمل وهتخسسك وهتمشي لك المشكله، صح؟ يبقى قال لك كمان الاوف ماركت او البلاك ماركت اكبر بكتير جدا في الاوبستي من اي مرض تاني. في بقى نقطه تانية، الاكسبكتيشن. انا مثلا بيجي لي بيشنت عنده السكر يقول لنا مثلا يا جماعه انا سكر التراكمي النهارده 10، انا فرح بنت خالتي كمان اسبوعين عايز التراكمي ده 7. ما يحصلش. ما بيحصلش. لا ما يجيش فعلا. انما هي ممكن نيجي نفس البيشنت ده وزنه 110 وعايز يبقى 90 في الفرح على كمان اسبوعين. صح. فهنا الوعي هو اللي هيلعب دور كبير جدا الفتره الجايه. الدايركشن بتاع الناس هيروح فين بالظبط. وحاجات تانية بقى جديده في الابديت. يعني مثلا احنا كان دايما عندنا بعبع كده، البيشنت كان مثلا 150 كيلو وصل عند 80 ما عادش بيخس. ما عادش بقى انت جربت معاه ايه؟ كل حاجه. طب ايه؟ طب سيبني 3 شهور وتعالى تاني، هو كايلف نفس الزبون، يزيد شويه ويرجع هو 80. احنا بجد ما كانش عندنا تفسير للموضوع ده خالص. السنه دي برضو طلع الابديت الجديد، قال لك انت بتمانج ديزيز ولا بتمانج ويت لوس. قال لك لو عايز ويت لوس، عايز حد يخسسك، ممكن سواء اوبر يعمل معاك كده عادي. انما انت بتتكلم في ديزيز، فانت محتاج فيزيشنز وميديكال تيم يبقى موجود معاك. ليه؟ لان نوت اباوت ويت، يعني الموضوع مش قايم على وزنك بس ولازم تشيل معيار ده من دماغك. قال لك احنا هنجيب الستادي، وكانت لونج ستادي يعني، على بيشنت كتير سبته. تعال نشوف الكوليسترول بتاعه هو 80 وهو 80 بعد 3 شهور. كوليستروله كان كام وهو 80؟ اول ما بدأ وصل ل 80 كان مثلا 203 204 فوق هاي، نزل ل 150 وهو وزنه ايه؟ ثابت. وحتى في بعض الدراسات بيزيد تاني سلايتلي، يعني ممكن يوصل ل 81 بس صحته احسن من ناحيه الكوليسترول، من ناحيه التراكمي، من ناحيه المنتل هيلث. الكلام ده بقى نور معانا احنا كده في حاجه اسمها هيلث سكور، واللي شغالين عليه بقى من يوم ما جينا من المؤتمر، حتى مش عايزين نعلن عن حاجه، هو سيركلز هيلث سكور. ايه بقى الفكره بتاعت الهيلث سكور ده؟ انا دلوقتي عندي 30 سنه، عندي 31 سنه، هل انا فعلا عندي 30 سنه؟ هل قوتي العقليه عندها 30 سنه؟ هل قوتي الجسمانيه عندها 30 سنه؟ هل هرموناتي وحرقي عنده 30 سنه؟ هل عمري البيولوجي 30 سنه؟ تقف عند دي كده وتحط ستوب. فلا، يبقى محتاجين نديفلوب سيستم يشوف انا عندي كام سنه طبقا للبارامترز دي. ومش بس كده، برضو تعريف الاوبيزيتي اختلف حاليا كمان في 25 بقى لازم تقولي انت اوبيز جريد كام، ستيج كام. يعني ايه الكلام ده؟ انا زمان مثلا اجيب واحد محمد عبد السميع طوله كام؟ طوله 180 سنتي، وزنه كام؟ 200 كيلو. اقسم وزنه على طول ده، اطلع حاجه اسمها كتله الجسم، الوزن على مربع الطول. تمام؟ كتله جسمك دي 30 انت اوبيز، 35 انت اوبيز جريد 2، فوق ال 40 ده جريد 3. ده كده اسمه بي ام اي كلاسيفيكيشن. اتلغى خلاص. قال لك الستيج ده انت بتشوف ناس اوبيز جريد 3 ومثلا في ممثله مشهوره في مسرح مصر بتتنطط وبتجري وما عندهاش مشكله،
بتتكلم ان السمنه احيانا مع بعض الناس هو مش عامل له مشكله، صحته كويسه، ستيج زيرو، فده ستيج معينه زيرو. يعني انت عملت لهم كاتيجورايز بناء على السمنه اصلها تاثيرها معاه ايه بالظبط. لان ممكن 2 تخان، واحد صحته زي الفل واكتف ورياضي عادي كمان جدا، واحد تاني ممكن يكون مش بنفس وزنه بس السمنه مبهدلاه. بالظبط. فهمتك. فمثلا احنا ممكن 2 اللي احنا بنقول عليه لا انت مش اوبيز، انت بس اوفر ويت، لا هو اوبيز، واحد فيهم عنده مثلا الضغط بسبب مثلا اللايف ستايل بتاعه اصعب، تمام، والتاني نفس ميزانه وطوله والبي ام اي بس ما عندوش اي مشكله، ما عندوش اي مشكله، ما فيهاش معاه. فممكن يبقى واحد ستيج 0 لو انا ما عنديش اي كوموربيديتي، ما عنديش اي مشاكل، وما عنديش منتال ديزيز، ما عنديش اي مشاكل نفسيه، السمنه مش متاثر بسببها. بالظبط. طب بدات تاثر معايا، فبنقسمها على 3 مراحل، وده الاي او اس اس او ادمنتون اوبستي سكورينج سيستم. ده السكور سيستم ده احنا مدخلينه بقى جوه سيركلز في الابديت الجديد، وحاطين عليه انذر كلاسيفيكيشنز او سكور بيدي لك منتال سكور. لازم تبقى عارف اصلا انت يعني ده اسسمنت يا دكتور ولا هيبقى بجهاز ولا هيبقى ازاي؟ لا ده اسسمنت تشيت، بيعمل لك اسسمنت مجموعه اسئله. بيعمل لك اسسمنت 3 فرق مختلفه. الفريق النفسي الاول يعمل لك اسسمنت عشان يشوف المنتال سكور بتاعك كام، لان انت ما ينفعش تقيم نفسك نفسيا، بيبقى في حاجه اسمها بايس، ان هتتكسف. انا اقول مثلا ان انا مثلا متضايق من حاجه هتكسف، فممكن اختار حاجه، ممكن اختار حاجه تانية، فده مش صح. فبيتعمل لك منتال اسسمنت، وبعد كده فيزيكال اسسمنت، وبعد كده ميديكال اسسمنت، وبيضافوا بقى على العمر البيولوجي على الادمنتون سكور، تطلع بالسكور سيستم بتاع هيلث سيركلز. ده بيديك سكور من 100. انت بقى بتشوف انت كام، انت كام من 100، وكمان 3 شهور انت كام من 100 تاني، لانه بيبقى داخل فيه كمان تحاليل طبيه. تعرف ان انا عندي فضول يعني، رغم ان انا مش عميل في سيركل، يعني لو اعتبرنا ان السيركل مش بتاعتي وانا بختار ما بين اس اس تي وما بين اي ترينر وما بين الحاجه، انا دايركشن رياضي مزبوط. فانا غالبا هختار اي ترينر او اس اس تي. سيركل والدتي اللي تروح، اخواتي البنات، انت فاهم يعني، هم معانا اصلا هم معاكم فاهم، هم بيحبوا ده، هم عايزين حد يتكلم معاه ان اهدافهم مختلفه. لكن وانت بتقول الهيلث سكور والعمر البيولوجي والكلام ده كله، انا عندي فضول اعرف انا دلوقتي هل انا جسمي فعلا 36 سنه؟ ايه انت فاهم قصدي؟ 16 60 يا عم 16 فهي هتبقى حاجه، اولا انا شايف ان هي كبزنس هتبقى حته جيميفيكيشن كده، تخلي الناس اصلا مربوطه اكتر بالسيرفيس يعني، كقيمه بقى للعميل نفسه. انت بتجدد له الشغف بتاعه، وبتشاور له على حاجات مختلفه غير المرايه، تخلي عنده تقبل اصلا. لو هو حتى حصل له في مرحله من الوقت ثبات وزن، انت خليته يبص على كذا فاكتور تاني بيتحسن عنده، فيخليه مقدر التجربه. لا وهو ده اللي اسمه بيوند ويت، هي بس مش وزن عشان انت ده البروتوكول ده احنا هنبدا فيه، احنا شغالين بيه. انت بداتوا خلاص. انا مصر من يناير، انا مصر والله من يناير خلاص، انا مصر والله مصر معاكم عصام معلش. سوفت وير اي ترينر فيت اكس، ما نقدرش الكواليس مرعبه فعلا، مرعبه لدرجه ان انا ما بقتش عارف ايه اللي بيحصل. لا ان شاء الله في كذا كمان ابديت للفيرجن ده، يعني احنا شغالين فيرجن 1، وان شاء الله عندنا كده بعد رمضان هنشتغل على فيرجن 2 منه، ان هو يبقى ابديت بتولز يعني تولز تبقى ممكن مش عايز احرق حاجه يعني. لا يعني من 4 كده هنبدا فيرجن 2 من السكورينج سيستم، ونابديت هنستخدم فيه برضو الجديد الفيرجن 2، محطوط فيه اي تولز، محطوط فيه سنسورز وحاجات كده. مش هنحرق يعني عشان في ناس بتنقش. لا انت هي دي زون مفيش فيها نقش، لان الموضوع بعيد يعني، فاهم؟ في مرحله معينه لما انت بتركز على تطوير المنتج وتقعد تسبق وقافل على نفسك وبتطور تنفست انت بتعمل جاب بعيده قوي على ان حد بترهقه عشان يجي يعدي من عندك. فاهم ازاي؟ طبعا الناس كلها تجتهد متاح يعني، بس انا قصدي بطمنك يعني. وفرحان بيك يا عم. انا انبسطت قوي بعد البودكاست ده قوي. ارجوك عايزين نعيد ده تاني. ماشي انا معاك، نتكلم اكتر. سيركل اكبر بكتير من ان احنا نلخص اللي بيحصل فيها في حلقه واحده، في جوانب كتير من الموضوع. فعشان خاطري انا عارف انك انت مشغول، الله يعينك، والله بس عندها
فضي لي نفسك عندها. ولا انا كده بمثل؟ لا 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 انا والله. اللي مش فاضي لا صح؟ والله احنا رتبنا البتاع ده بجد 13 مره مثلا. حصل انا اصلا جاي النهارده من القاهره بقول لك ايه احنا بنصور تعالى. ايوه حاضر. حصل حاضر البطاقه وجيت. حبيبي يا دكتور، مبسوط جدا بوجودك وانا والله معايا انبسطت قوي بالبودكاست. وبعتذر لك يا ايه في البودكاست لايف، بعتذر ليوسف عشان خدناكم من من النونو. بس حبيبي يا دكتور، اشوفك على خير يا ان شاء حبيبي. الله.